واحد كويتي منزل فيديو وهو في مصر في الطريق رايح أسيوط عشان يصور بيوت وعربيات مصريين كانوا شغالين في الكويت. وبيتسأل يعني الناس دي مرتبهم هناك 120-150 دينار، من أين لهم هذا؟ يعني الراجل قاطع تذكرة طيران، قاعد كام ساعة، 5-6 ساعات عشان يجي من هناك، ينزل على مطار القاهرة وياخد عربية يروح بيها أسيوط برضو بتاع 5-6 ساعات تانيين، عشان حقد وغيرة وغل. انتوا ازاي جبتوا الحاجات دي وانت مرتبك 120-150 دينار؟ يعني انا مش فاهم، هو انت جه التحقيق مثلا جاي تحقق معاهم؟ هل انت ممثل وزارة الخارجية الكويتية مثلا؟ نائب وزير الداخلية؟ ولا انت وزير الداخلية اصلا؟ ولا يعني انت نازل تحقق مع الناس بأمارة ايه يعني؟ يعني انت ايه صفتك اصلا عشان تدور ورا الناس؟ ملكش اي صفة. دي حاجة التانية، الوافد ده اللي شغال متغرب، ده بيحط القرش على القرش. ممكن تلاقيه قاعد هناك بياكل عيش حاف عشان ينزل يبني مستقبل ليه هنا في بلده. فالموضوع اصلا ما يخصكش. لو انت بتقول الناس دي فاسدة و بتكسب بالرشاوي او الفساد عندكم، فالمفروض تروح تبلغ الجهات الرقابية عندكم هناك، هي اللي تحقق معاهم. مش انت جاي تصور وتقول اصل معاهم عربيات ومعاهم شقق وفيلل وعمارات. موضوع ما يخصكش. انت ايه لازمتك؟ انت ايه وضعك اصلا في الموضوع؟ انا مش عارف. انا بقول رجالة اسيوط الصعايدة في مصر، الراجل ده لازم يتعامل معاه الصح هناك، والله العظيم. ابو صرم ده